طبعا يا اخوان، انتظرت كثير على مود اسوي هذه الحلقة اللي هي حلقة تقييم سوق الانتقالات. هاي السلسلة راح تتكون من 6 حلقات. ليه السلسلة راح تكون من 6 حلقات؟ كل حلقة نناقش فيها انتقالات لدوري معين، مثل الدوري الاسباني. عندك الحلقة القادمة ان شاء الله الدوري الانجليزي، وبعدها بقية الدوريات الستة الكبرى اللي هم الدوريات الخمسة الكبرى مع الدوري السعودي. نبدأ بأول صفقة، رونالد أراوخو. أنا غطيتها بصفقة الشورتس، يعني بفيديوهات الشورت. صفقة من ناحية الفائدة لبرشلونة مفيدة، من ناحية الفائدة لليفربول هي صفقة غير مفيدة لليفربول. تدعيم دفاعي، لأن كوناتي راح منهم فجابوا معوض دفاعي يكون بالاحتياط غالبية الوقت، إعارة جابوه. نبدأ بالصفقة الثانية. طبعا تقييم صفقة أراوخو هي 6 من 10. نبدأ بالصفقة الثانية اللي هي اللاعب آه اللي هي يان ديوماندي الريال مدريد. صفقة يعني أحس إنه ما ذيك الصفقة القوية. هو اللاعب ما شفناه إلا بكأس العالم بس، يعني كانوا كل لاعبين أكثر منهم كان المفروض يجيبهم ريال مدريد. عندك مثلا نوسا كان راح يحل مشكلة على الجهة اليسار، يعني عند ريال مدريد احسن من ديوماندي ما شفناه بالموسم، يعني اثناء احداث الموسم الكروي ما شفناه، بس شفناه بكأس العالم. اقيم الصفقة 7 من 10، ذلك بسبب انه ديوماندي ميزته اللي هي الاختراق الهجومي، او انه مستواه ثابت على عكس فينيسيوس جونيور. نبدأ بالصفقة اللي بعدها. طبعا الصفقة اللي بعدها هي غونزالو راموس، راح يروح من ريال مدريد إلى فولهام. هذه خسارة من نادي ريال مدريد. خسروا مهاجم، يعني نحن راح نقيم على الرحيل، يعني رحيل، لأن هسه راح نقيم إنه هل راح يتسبب الصفقة. هي الصفقة الصراحة رجعت اللاعب كثير، غونزالو غارسيا. يعني مثلا راح تكون محطة مؤقتة بمسيرته، ما راح يستقر في فولهام. يعني راح يقضي له موسم موسمين يتألق فيهم ويروح على نادي من التوب 6 بالدوري الإنجليزي. هذا توقعاتي. وخسارة كبيرة ريال مدريد. خسروا صالح كيليان امبابي، هو مهاجم كلاسيكي جبار من نفس طبيعة راؤول غونزاليس. راح أقيم هذه الصفقة 8 من 10، لأنها صفقة يعني ربح خيالي لفولهام، بس خسارة كبيرة لريال مدريد. خسارة من ناحية المستقبل، يعني مستقبل اللاعب لأنه لسه صغير هو. طبعا بدك راح نجي على الصفقة اللي بعدها، وهي عندك صفقة المهاجم الأيسر اللي جابوه برشلونة. الصراحة أنا ما أعرفه، هو مهاجم أيسر جابوه يعني مثل ما تقولون جابوه على أكاديمية برشلونة. ما شفت عنه أي شيء، ما عرفت أنه يعني أنه هو إيش حتى يعني اسمه، عرفت الأندية اللي لعب بيها. الصراحة ما يعني هذا اللاعب مجهول. راح أقيم هاي الصفقة يعني 1 من 10، لأن ما نعرف إيش هي، يعني ما نعرف إنه هل هذا اللاعب راح يلعب مع برشلونة ولا لا. طبعا الصفقة الجاية، طبعا هو مهاجم صريح. الصراحة هاي الصفقة ما من أمها داعي ريال مدريد. أنت عندك إندريك بالفريق، وجبته على أساس إنه أنت راح تنطيه فرصة. كل سبحان الله إندريك ما محظوظ أبد مع ريال مدريد. كل ما نقول إنه ينطوه فرصة بعدين يكرفوا له إخوان. فالصراحة يعني هاي الصفقة من ناحية مشاركة كلاعب في فائدة ريال مدريد 0، من ناحية مشاركة كلاعب هم من 0. أتوقع راح أقيمها 3 من 10. الصفقة مي هذيك أفضل صفقة ريال مدريد. عندك سيزار بالاويسيوس. صفقة أيضا ريال مدريد باعوا فولهام. صراحة صفقة، هو كان من الكاستيا، لاعب متوسط، كان من الكاستيا راح الفولهام مع مدرب الأصلي اللي هو أرويلوا. قيم الصفقة 2 من 10، عفوا 2 من 10. عندك خوليو دياز، هذا لاعب من أتلتيكو مدريد الأكاديمية، باعوه بمليون بأشبيليا. صراحة هذا اللاعب يعني ما أخذ فرصته مع أتلتيكو مدريد. أنا تابعت أتلتيكو مدريد هذا الموسم، ما أخذ فرصته معاهم. يعني تقييم الصفقة 2 من 10. عندك شوف بعدها الصفقات اللي بعدها. عندك بعدها
بعدها عندك بيرينج أوباميانغ مهاجم جبار. انت يعني هو مهاجم صح انه كبير بالعمر لكنه مهاجم قوي، مهاجم حاسم يعني، وذكي همين بتحركاته. هاي فترته تقريبا هذا ثاني فريق اسباني يلعب به بمسيرته. كان لعب برشلونة وقدم اداء ممتاز مع برشلونة، راح تشيلسي قدم اداء متوسط، بعدين مارسيليا اداء ممتاز، مع القادسية قدم. صراحة بينو حيل مع اوباميانغ، بس اشوف انها صفقة دعائية اكثر من انه هي صفقة يعني انه تقوي النادي. صفقة دعائية ديبورتيفو لاكارونيا. قيم الصفقة 5 من 10. طبعا نشوف الصفقات اللي بعدهم. عندك راح نقيم جوزيه مورينيو. المدرب جوزيه مورينيو من جاء إلى ريال مدريد. هاي الصفقة يعني كصفقة مدرب، هل جوزيه مورينيو يناسب ريال مدريد؟ صراحة نعم. ريال مدريد يريد يبني حقبة جديدة للجالاكتيكوس. اللاعبين ما ملتزمين، هاي مشكلتهم انه اللاعبين يفكرون نفسهم اكبر من النادي. فجوزي مورينيو راح يحل هاي المشكلة. يعني راح يكررون السيناريو اللي صار بال 2010. جابوا جوزي مورينيو علم اللاعبين انه ماكو احد اكبر من النادي، بعدين ايش اسمه بعدها حققوا ريال مدريد الابطال مع كارلو انشيلوتي. نشوف بعدها صفقة الدنماركي، اللاعب الدنماركي مورتن يون هيولماند من سبورتنج لشبونة إلى أتلتيكو مدريد ب40 مليون. هاي الصفقة يعني هي المعوض الديبول وغاريغر الصراحة، لأن الصراحة ديبول بعد ما راح أتلتيكو مدريد ما قالوا هل قد معوض هو وجريزمان. فهذا اللاعب ممتاز، لعب مع سبورتنج لشبونة، تابعت دوري الأبطال، لاعب ممتاز، لاعب منضبط دفاعيا، لعب باليورو، يعني لاعب توب ليفل. أقيمه 8 من 10، وأتوقع هذا اللاعب بنسبة كبيرة راح ينجح، واسمعوا كلامي. طبعا كريم أديمي تقييم الصفقة صراحة، أديمي لاعب موسم واحد، يعني هو من اللاعبين نظامهم أنه هذا لاعب تألق موسم واحد بمسيرته. هو الموسم اللي وصل به النهائي دوري أبطال أوروبا مع دورتموند. اللاعب هذا تألق بذيك الفترة، كان مرشح أنه يكون من أقوى مواهب العالم، لكنه بعدها تراجع كثير. كان قيمته وقتها 80-90 مليون، هسه قيمته 25 مليون وجابوه يعني بالعافية. أشكر أحس بروسي دورتموند قروه هالشكل. تراجع أداؤه كثير وأداؤه سيء. برشلونة جابوه كمعوض أو لاعب احتياطي، يعني معوض راشفورد، إنه يكون مكان راشفورد، ينزل يحسم آخر دقيقتين يجي يلعب. صراحة صفقة تقييمها 5 من 10، يعني راح يكون حازم بعض المواقف. عندك فران غارسيا يعني من الحراس اللي عفوا عفوا تفهمت، يعني من المدافعين اللي هجوميين بزيادة بس ما منهم فائدة. سبحان الله، هجوميين بزيادة، يهاجمون كثير بس ما منهم فائدة على المرمى. فهذا الصفقة انه راح ريال بيتيس صراحة زينة، لان عندك انت جبت كوكوريا، عندك كاريراس، مدافعين اقوياء دفاعيا واقوياء هجوميا. فانت هذا اللاعب هو زيادة عن الحاجة، فاضطريت واقيم هاي الصفقة من ناحية الفائدة ريال مدريد 9 من 10. طبعا عندك مارك اندريه تيرشتيجن، انهار اللاعب اصلا، انهار، ما اعرف ليش، يعني لحد ما متمسك بعقده مع برشلونة، ما حد من النوادي قبل ياخذه. هاي الصفقة فادت برشلونة ضرت اياكس امستردام. فاتوقع راح اقيمها هاي الصفقة 8 من 10 من ناحية الفائدة لبرشلونة. عندك انطونيو جريزمان راح للدوري الامريكي. طبعا هاي الصفقة تحس صفقة الاعتزال اخويا. جريزمان تألق من أساطير الدوري الأسباني بالنسبة لي. هو تعرف اللاعبين، تعرف السكان الأصليين للدوري الأسباني، هو هذا جريزمان يعتبر من ضمنهم، أشهر واحد بيهم. عندك تتذكر موريكي ولاس يوغو أسبا، وهذول هم هذا اللاعب من ضمنهم. أقيم الصفقة من ناحية فائدة أتلتيكو مدريد انضر، وجريزمان راح ينهي مسيرته، بس يعني ينهيها مسيرته. ف اتوقع هاي الصفقة راح اقيمها 2 من 10 من ناحية الفائدة لأتلتيكو مدريد. راح نضر كثير أتلتيكو مدريد بهاي الصفقة. طبعا عندك من الصفقات أيضا، يعني شوف بقية الصفقات ونقيمها يعني إلى ما يعني تخلص صفقات الدوري الأسباني. عندك
مثلا هاي الصفقات يعني اكو زينة مثل كوريا وهذه. بس راح نشوف ماركو كوكوريا صراحة ريال مدريد كان عنده كاريراس بس كان مهمل دفاعيا. كوكوريا منضبط دفاعيا. أقيم هاي الصفقة من ناحية الفائدة ريال مدريد 10/10. هاي أول صفقة تاخذ معنا هذا الشيء، هذا التقييم. عندك أنطونيو جوردن من اللاعبين اللي شو اسمه، شو مثل ما تقول، ما يعني ما يسجل كل مباراة بس يسجل بالوقت اللي أنت تريد يسجل. يعني مثلا طول الموسم طاعون بس تشوفوا مثلا بمباراة قوية، مثلا مباراة بنصف نهائي الأبطال، تلاقيه انقلب عليك كريستيانو رونالدو ويسجل لك هذا هو أنطونيو جوردون. الصراحة أنطونيو جوردون متألق كان مع نيوكاسل، من هدافين نيوكاسل، تألق في كأس العالم. لاعب ممتاز يعني، بس سعره كان غالي. تقييم الصفقة 9/10. نبدأ عندك باللاعبين يعني. أليكس سانشيز غادر أشبيليا، أتوقع اعتزل. أليكس سانشيز متى يعتزل؟ صراحة أنا مشجع اليونايتد، أنتم تعرفون من بداية القناة مشجع اليونايتد. إنه راشفورد يرجع لمانشستر يونايتد هذا قرار سيء. الصراحة مانشستر يونايتد لازم يطر هذا اللاعب بأسرع وقت. تقول لي ما هو لعب زين مع برشلونة؟ لا أخوي، راشفورد أرقامه ما أرقام لاعب كبير. أرقامه أقوى نادي تلعبوا به مثلا كأرقامه، تلعبوا مثلا تلعبوا مثلا بساوثهامبتون، مثلا تلعبوا بليستر سيتي، او مثلا تلعب مثلا وست برومويتش البيون. هذه هي الانديه اللي تروق راشفورد. ما ذاك اللاعب اللي يلعب اقوى انديه العالم. ارقامه ضعيفه جدا. فتره من كان اليونايتد فقر كنت اشجعه يعني للاسف. كان يونايتد فقر 2023 2021. هاي السنوات الفقريه لليونايتد كان يعني ارقامه مقارنه بذيك الفترات كانت زينه، بس حاليا سيء جدا. نيكولاس غونزاليس هذا يعني ما أعرف الأرجنتينيين بأتلتيكو مدريد، ما أعرف إيش قصتهم. غونزاليس صراحة أتلتيكو مدريد راح يحتاجوا كثير من الحل الهجومي. يعني عندك سيميون، يعني راح تكون عندك بالصراحة من أقوى المنظومات الهجومية المرعبة بالدوري الأسباني من بعد منظومة هجوم ريال مدريد. أتلتيكو مدريد عندك سيميوني على اليمين وغونزالو على اليسار والفارس بالنص، ثلاثية أرجنتينية نار يا أخوان. طبعا عندك أقيم هاي الصفقة 8/10. طبعا يعني قيمت صفقة ماركوس راشفورد من ناحية الفائدة لبرشلونة 4/10. طبعا عندك روبرت ليفاندوسكي لما راح شيكاغو فاير. طبعا هل هاي الصفقة مفيدة لبرشلونة؟ لا. روبرت ليفاندوسكي مهما كان عمره راح يظل لاعب صندوق كلاسيكي تعتمد عليه مثلا من تعرض من هذه. يعني برشلونة من عنده مهاجم كلاسيكي؟ ما عنده مهاجم كلاسيكي. عندك مثلا حمزة عبد الكريم بس بعد صغير وما مهاجم كلاسيكي. مهاجم مثل ميسي مركزه شادو سترايكر، مهاجم وهمي. فبرشلونة خسر كثير بهاي الصفقة، وراح تشوفون انه برشلونة منظومته راح تنخرب من بعد روبرت ليفاندوسكي، لأن ما عندهم مهاجم أساسي. راح يعتمدون على لامين يامال وأنتوني جوردون رافينيا راح يلعب مهاجم. راح يلعب نفس طريقة بنزيما، يسحب المهاجمين ولامين يامال يخترق هو وجوردون، أو يقلب المركز جوردون يلعب مهاجم ينزل ولا رافينيا ولامين يامال على الأطراف. هكذا راح يلعب، راح تكون طريقة اللعب برشلونة الموسم القادم، وتأكدوا من هاي الطريقة. أقيم هاي الصفقة من ناحية الفائدة لبرشلونة 2/10. برشلونة خسرت كثير، حتى لو مثلا تخليه بالاحتياط أغلبية الوقت بس أنت خسرت هذا اللاعب. أليخاندرو جريمالدو الظهير الأندر ريتد، الظهير اللي الكل ما منتبه عليه، بس هو من أفضل الأظهرة بالعالم بالنسبة لي. ظهير متكامل، موسمه مع تشافي ألونسو موسم اللا هزيمة، هو من أقوى الأظهرة بالعالم. الصراحة ما أعرف ليش ما انتقل نادي كبير إلى حد الآن. ما أعرف إنه أكبر أندية لعب بها هي ليفركوزن وبنفيكا. والله مستغرب، والله العظيم مستغرب. يعني لاعب أندر ريتد راح النادي أندر ريتد، سبحان الله. الأندر ريتد سوية. قيم هاي الصفقة 8/10. أفضل ظهير ثاني أفضل ظهير أسباني حاليا. طبعا عندك نيكو باز، أيضا خسارة الريال. سبحان الله، ريال مدريد يخسر عم يجيب نجوم.
هذه الخسارة يعني نيكو باز مكانه أكبر من كومو، مع احتراماتي لكومو. كومو قاعد يبني اسمه يعني نادي من أقوى أندية إيطاليا. يعني أنا أتوقع يعني الموسم ما الموسم هذا، الموسم اللي بعده 2028 أتوقع يعني كومو يجوز حتى يفوز بالدوري الإيطالي من هاي الأسماء القوية اللي عنده والمنظومة المميزة. عنده نيكو باس خسرته ريال مدريد، لاعب ممتاز أفضل من كامافينجا وأفضل من تشواميني. كامافينجا كان عنده برايم مع أنشيلوتي، بس من طلع أنشيلوتي نحس اللاعب تدهور مستواه. هذا يعني هاي الصفقة قيمة أنا 1/10. خسارة ريال مدريد. طبعا شوف الصفقات اللي بعدها. أنسو فاتي. شوف أنسو فاتي يا أخي العزيز، أنسو فاتي ضحك. أنسو فاتي من اللاعبين اللي ظلمتهم الإصابات. يعني لولا الإصابات كان أنسو فاتي من أقوى لاعبين العالم. كان ينافس على البالندور. أنا أقول لك كان ينافس على البالندور، بس يعني انهارت مسيرته بسبب الإصابات وبسبب الإجهاد. وهذا الشيء اللي قمنا نخاف على لامين يامال من وراه وبيدري وجافي انهارت مسيرته من بعد الرباط الصليبي. صح شارك مع المنتخب الإسباني وفاز بطل العالم، بس ما هذاك اللاعب القوي اللي شفناه ب 2023 2022. هاي الصفقة قيمة 6/10. موناكو دائما يجيب اللاعبين اللي منقول والد والديها وخليها لاعبين عالميين. طبعا الصفقة اللي بعدها لونجلي على بنفيكا. 10/10 أخوي. هذا اللاعب عبارة لازم تحرقه حرق أخوي. هذا اللاعب يعني ما أعرف شلون لعب برشلونة وأتلتيكو مدريد وأستون فيلا وتوتنهام. سبحان الله شلون لعب بهذول الأندية. سبحان الله أخي. أنا أروح ألعب كرة قدم كمدافع أفضل منه. والله العظيم أنا ألعب كرة قدم كمدافع أفضل من هذا اللاعب. عندك داني سيبايوس. صفقة 9/10 ريال مدريد. راح بدون نادي. سيبايوس ما كان عنده فائدة. يعني هو كان معوض توني كروس، بس أقل من إنه يعوض توني كروس بنفس الوقت. يعني شوف هو كان بالنص. هو مرات يعوض توني كروس بشغلات معينة وينعى والدين الفريق بشغلات معينة أخرى. فتحسه يعني أيضا من السكان الأصليين المدريد. هذا اللاعب والله ما أدري. أما أنا لاعب من عجائب كرة القدم. شلون لعب الأرسنال وريال بيتيس وأتلتيكو وريال مدريد والله ما أعلم. يعني تحسه يلعب مثلا ملقا، يلعب مثلا تحسه يلعب مثلا بأولمبياكوس. شكله هالشكل. هو لونجلي هالشكل. لونجلي تعرف وين يلعب مثلا؟ أحسه تعرف وين يلعب؟ أحسه يلعب نادي غازي الشمال مثلا. هذا النادي اللي يلعب بيه لونجلي أقصى شيء ماكسيموم. شوف بعد يعني الصفقات. ننهي صفقاتنا. طبعا عندك فيكتور مونيه على ليفربول. هو مهاجم أيضا فرط بيه من ريال مدريد. مهاجم أيسر جميل، جناح جبار مع أساسون تألق. هاي الصفقة ليفربول بها فائدة كبيرة لأنهم راح يعوضون محمد صلاح. أما من ناحية إنه ريال مدريد خسر لأن عنده الثقة يرجع هذا اللاعب. تقريبا 20 مليون هيك شيء ثقة رجعوا. لاعب سعر قليل وموهبة كبيرة، بس خسروا ريال مدريد. ما أعرف ليش. يعني أحس ريال مدريد بهذا السوق الانتقالات خسر كثير. قيم هاي الصفقة 7/10. إبراهيم كوناتي من هسه 8.5/10. هذا اللاعب مدافع ممتاز بس عنده أخطاء. يعني ممكن إنه جوزيه مورينيو يعدل له عليها، يعني يقدر يكبح هاي الأخطاء. عندك برناردو سيلفا ريال مدريد. طبعا برناردو سيلفا ما هذاك اللاعب اللي تقول إنه راح يعوض كروس. بالنسبة لي أنا جوزيه مورينيو جابه حتى يعوض كروس، بس أتوقع ما راح يعوضه وراح تظل فجوة توني كروس لوكا مودريتش. راح تظل هي أكبر فجوة بريال مدريد إلى مثلا بعد 10 سنين. برناردو سيلفا لاعب هجومي ما مثل توني كروس. لاعب يتراجع للدفاع وينطي تمريرات مفتاحية. لاعب هجومي وينطي تمريرات مفتاحية، فهذا راح يترك مساحات خلفه. ما أتوقع إنه يشارك مع ريال مدريد بشكل أساسي. أقيم الصفقة 6.5/10. نجي على الصفقات اللي بعدها. شوف إيش عندنا صفقات. على مود ننهي الفيديو آخر 3 صفقات تقريبا وننهي الفيديو معكم. بس نشوف إذا خلصت الصفقات. أوكي هاي تقارير. أوكي دومفريز هو الظلم لأرنولد والحق لدومفريز. الصراحة
دومفريز لاعب دفاعي ممتاز، وانا مستغرب اشلون ما لعب النادي اكبر من انتر ميلان، اشلون ما لعب البرشلونة، اشلون ما لعب الريال مدريد، الله اعلم. لاعب ممتاز هجوميا، ممتاز دفاعيا، ممتاز بالتغطية، ممتاز، يعني متكامل، لاعب متكامل. شوف انت تقول لي وين راح يكون ارنولد الموسم القادم؟ انا راح انطيك يعني شكل ريال مدريد الموسم القادم، راح نتمنى لك ان شاء الله حلقة مطولة. قيم هاي الصفقة 9.9 من 10. لاعب متكامل، بس انه النقطة السلبية الوحيدة به هي التوقعات بالموسم. يعني اللاعب مرات بمباريات تحسه مرات هفوي، مثلا هفا شوية. يعني ان شاء الله ما يصير هيك سوالف ويا ريال مدريد. عندك، اتوقع خلصنا صفقات. خلصنا صفقات. ايه تقريبا خلصنا صفقات، ايه ماكو اي صفقات هسه، هذول كلهم تقارير تقارير. ماكو صفقات، انتهت صفقاتنا طبعا. اذا عجبكم هذا الفيديو حطوا لنا لايك واشتراك. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.